طب هاشتاج رجلك مش شايلة. انا بابا اللعبة انا موجود، بلاش تخبط في الاصول، مجال كبير هري وحوارات، انا التقيل وانت الكتكوت، مجال كبير هري وحوارات، انا التقيل وانت الكتكوت. يا عم يلا يا عم يلا يا عم. تعالى يا اسطى اثبت لك ان النسخه دي افجر نسخه هتشوفها في 2023. يعني نسخه قطع نت عن كل جميع النسخ، يعني هتهنك اي نسخه قدام عينيك زي ما انت شايف. طبعا النسخه دي فيها اول زرار بتعمل فيروس قطع نت بفيديو، قطع نت بستيكر، قطع نت بصوره، قطع نت بدعوه روم، قطع نت بخريطه، قطع نت بملف، قطع نت برساله ونقطه، قطع نت بريك. طبعا كل الزراير دي شغاله، طبعا بتقطع النت. طبعا النسخه دي قطع نت جمدان في قطع النت. طيب تمام. طبعا النسخه دي هتكون تحديث نسختي الفيرجن 15. طبعا فيها 200 زرار زي ما انت شايف كده، يعني انسى ان انت تهنك اول قسم من الزراير، تاني قسم من الزراير برضو، تالت قسم من الزراير التاني. يعني فيها زراير ملهاش اول من اخر. بتعرف تعد لحد كام يا روحي؟ انزل بالتست يا عمري. السلام عليكم متابعي قناتنا الأعزاء، نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات كي يصلك كل جديد، والصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير، واهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيتكلم عن نسختي الفيرجن 18. هتكون اخر اصدار من نسخة بيتا، زائد كمان هتثبت على نسختي الفيرجن 15، يعني تحديث ليها. طيب تمام، يا ريتك تكمل معايا الشرح عشان تفهم مميزات كتيرة عن النسخة. وزائد كمان نسختي النهارده مكفولة بباسورد. طبعا الباسورد هيكون مكون من 4 ارقام، هقول لك رقمين في رقمين، او في اخر الفيديو هقول لك على الاربع ارقام بتاع الباسورد. طيب تمام، او في نص الفيديو. طيب تمام. وقبل كل حاجه كده يا ريتك تصلي على النبي كده وتخش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر التنبيهات، وان شاء الله داخلين على 3K. طيب طبعا النسخه دي طبعا فيها اللي انت نفسك فيه كله، واجهات وتساقط تلج وزراير التهنيج. يعني النسخه دي فيها 1000 زرار، 1000 زرار ايه، 200 زرار مثلا. هي فيها زراير كتيره وعدم للتهنيج، يعني انسى ان انت تهنج. والنسخه دي استعاده بيانات، يعني تركب عليها ملف سرعه زي اي نسخه. طيب تمام. طبعا النسخه دي هسيبها لك لينك مباشر تحت في الوصف، هتخش تثبتها. طبعا هتكون النسخه دي محطوطه في لينك ميجا. طيب بعد ما تنزل النسخه هتفتحها برقمك. النسخه هتفتح معانا بالواجهيه دي. طبعا نسختنا النهارده باللون الاحمر زي ما انت شايف. طبعا النسخه فيها حركه شتات زي ما انت شايف. طبعا النسخة خفيفة جدا، وكمان فيها حركة 3G. طبعا فيها الجروبات لوحديها والحالات. وطبعا النسخة تما متعربة، ولا سايب لك فيها لقطة ولا غلطة. طيب تمام. طبعا زي ما انت شايف كده، طبعا النسخة بتغير اكتر من 50 رقم. زائد كمان بتقطع النت عن النسخة. زائد كمان وضع الداكن والفاتح بتاعها. طبعا دي مسطرة لو هتبحث عن صديقك. طبعا دي الكاميرا، لو انت بدل ما تخش على كاميرا الموبايل هتخش على كاميرا الواتساب وهتصور الصورة اللي انت عايزها. طبعا ده الثلاث نقط اللي تدخلك على البرايفسي. طيب تمام. تعال كده نخش على الثلاث نقط كده. طيب اول حاجه كده يا برو جايب لك طبعا زي ما انت شايف خاصيه نسخه ميجا الفيرجن 18، خاصيه الفيروس زائد التواصل معاه، جدول الرسائل، الرد الالي، الاستر، واتساب ميجا، رساله الرقم غير محفوظ. طبعا الرساله ارسل رسالة للمجموعة. طبعا مجموعة جديدة، يعني اعمل روم مثلا. طبعا رسالة لمجموعة جديدة يعني اعمل PC. الأجهزة المربوطة يعني افتح ويب، والرسائل المميزة بنجمة، والإعدادات العادية. طبعا احنا هنسيب الإعدادات العادية آخر الفيديو. طيب تمام. كده هتخش كده على البرايفسي، هتلاقي البرايفسي العظمة ده. تمام. وخد لك أول رقمين في الباسورد 18. اوكي كمل معايا بقى عشان تاخد ده آخر رقمين. طيب تمام. الحماية، الخصوصية والحماية. طبعا الخصوصية والحماية هتلاقي فيها الزراير كلها. طبعا النسخة دي بتعمل قطع نت بفيديو، قطع نت بالستيكر، قطع نت بصوتك. طبعا بتعمل قطع نت بدعوة روم، بتعمل قطع نت بخريطة، تعمل قطع نت بملف. طبعا بتعمل قطع نت برسالة ونقطة.
قطع نت بريك. طبعا اول قسم من الزراير شايفين بقى. طبعا ده عندك كام زرار، ده فعله عشان ما تهنكش من اي فيروس، فعله عشان ما تهنكش ضغط الفيروس، فعله عشان ما تهنكش فيروس النص، فعله عشان ما تهنكش وجع، فعله فعله عشان ما تهنكش من فيروس الصور، فعله عشان ما تهنكش من فيروس المواقع والمستندات والملفات، وفيروس والعاهات كارت المزيد وكونتاك، وفيروس الكتالوج، وفعل عشان ما تهنكش من فيروس قطع نت، وفعل عشان ما تهنكش من فيروس الويب، وفعل عشان ما تهنكش من فيروس ام بي 3، وفعل عشان ما تهنكش من فيروس الحروف، فعل عشان ما تهنكش من فيروس المختفي، فعل عشان ما تهنكش من فيروس النقط، فعل عشان ما تهنكش كراش الكول، فعل عشان اخفاء الوجه. اخفاء الوجه يعني إيه؟ طبعا انا هفهمك دلوقتي اخفاء الوجه. طبعا انت تفعل كل الزراير دي. طيب تمام، هتفعل كل جميع الزراير دي كده. طبعا هنسيب كام زرار كده. تمام. طبعا الزرار ده برضو. طيب تمام. طبعا احنا طبعا احنا فعلنا الكام زرار دول. طيب تمام، تعال نخش تاني قسم برضو. ده فعل عشان ما ده فعل عشان تثبت كل الشتات، فعل عشان ما تهنكش من فيروس البوت، فعل عشان ما تهنكش من فيروس الاستيكر، وفعل عشان ما تهنكش من فيروس الايفون، فعل عشان ما تهنكش من فيروس الدول، فعل عشان ما تهنكش حرج بمكالمة، فعل عشان ما عشان تعمل ارسال الدردشات المعدله. فعل عشان تقص الشات والفيروس، فعل عشان ما تستلمش الصور والكاتروج، فعل عشان ما تستلمش ملصق والرسائل، فعل عشان ما تستلمش رسائل في الشات، فعل عشان تمسح دعوة الروم، اسم دعوة الروم مثلا. تمام. فعل عشان ما تنكش من فيروس البوت، فعل عشان ما تنكش من فيروس سي ام اير. طيب تمام، تعال كده نخش برضو على تالت قسم. طبعا زي ما انت شايف كده، طبعا النسخة فيها 200 زرار. طيب تمام، تعال كده نخش كده على تيست الفيروس سريع جدا. طيب طبعا النسخة دي أنا مركب فيها ملف سرعة زي ما أنت شايف. طبعا فيروس جميع الفيروسات القديمة اهي، النسخة بتجري فيه طلقة في الشات. الفيروس المخفي طبعا النسخة اهي مش بتهنج منه، وكمان بتاخد ريب وتخش في الشات، طلقة في الشات زي ما أنت شايف. طيب تمام، كل الكونتاكت هنا طبعا دي كل كونتاكت المجال اهي، النسخة بتجري فيه طلقة اهي، ولا بتهنج حرف من عنة الكلمة. طيب تمام. طبعا التعنيجة دي ان انا ما فعلت الزرار عشان ما تهنكش من اي كونتاكت اهي، فكتها اهي. طبعا بتفتح معانا كونتاك 50 وتستلم لها الكونتاك اصفار. طيب تمام، فيروس الحروف هاي النسخة بتيجي في طلقة. فيروس الخريطة والإشعار هاي جاي متشفر خالص، والنسخة بتيجي فيه طلقة وترمي طلقة كمان. فيروس الإيموجي هاي النسخة بترمي فيه أهو طلقة في الشات هاي. فيروس الآيفون اهي بتيجي فيه طلقة. طبعا بقيت ملف السرعة تحت، انا مثبتش غير دول. تعال ننزل هنا كده تحت تاني. طبعا ان انا عندي جروبات كتيرة جدا، جروبات ملهاش اول ولا من اخر اهي. طبعا هنا فيروس الصور نسخة بتيجي فيه طلقة. طيب فيروس رجوع للمجال طبعا النسخة بتخش في كده على الشات طلقة، مش بتهنك حرف من عنة الكلمة. طيب تمام. فيروسات أجنبية زي ما انت شايف، خش على الشات كده عظمة اهي، نسخة ولا مش بتهنك بالفعل. طبعا فيروسات السرعة النسخة بتجري فيه طلقة اهي. طيب تمام، تعال نطلع كده الملف كله كده فوق. تعال كده نخش على الشات كده. طبعا النسخة عظمة الشات جاية من الدفشة خلة الشات. طبعا فيها زرار بتفعله عشان تعمل تفعل التذكر بتاع الفيروس. طيب تعالى كده نجرب حاجة تاني. طبعا المفكات. طبعا دي كل المفكات طبعا هنا في حركة الشتات في الواجهة وفي المكالمات وجهة الاتصال، وطبعا هنا في شتات الرسائل وهنا الإيموجي. تعالى كده نجرب حاجة تاني برضو نسيت أقول لكم عليها عشان دي إخفاء الشتات كلها. تعالى كده نطلع كده سنة كده نخش على أي شات.
طبعا تعال نخش كده على فيروس ضغط ريبلي. طب انت شايف كل الفيروسات دي كلها كده جايه بوضعها الطبيعي. طيب تمام. تعال نفعل اول الزرارين اللي هقول لك عليهم دلوقتي تفعلهم. طبعا هتخش اول قسم، طبعا الزراير اللي بتخفي الواجهه كلها هتفعلهم. هتفعل الزرار ده والزرار ده هتخفي الواجهه كلها. كده الواجهه اتخبت كلها، طبعا بتعمل اخفاء. طبعا نخش كده على مفيش اي فيروسات، كل الحاجه دي كلها اتلغت اهي، اختفت، مش باين غير الايقونات. تعالى كده نلغي الزرارين. طيب تمام. وراجب معايا عشان انت كده هتاخد اخر رقمين في الباسورد. هنلغي الزرارين دول. تعال نخش كده على الشات تاني، والواجهه من بره هتلاقيها برضو رجعت كل حاجه زي ما كانت، زي ما انت شايف. زي ما انت شايف كده الرسائل جت، وحتى كمان الفيروس اهو كمان ظهر. وخد لك كده اخر رقمين في الباسورد، اخر رقمين في الباسورد 18، وهكتبه لك هنا قدام عينك عشان تعرف الباسورد مره كامله. 18 18 اشتر برو. وكمان هقول لك الباسورد مره واحده في اخر الفيديو. طيب تمام. هتخش على الثلاث نقط تاني. طبعا انا فهمتك الزراير. تعال كده نخش على زراير قطع نت. طبعا تعال نخش على زراير قطع نت زي ما وريتك في اول الفيديو ده، انا هشرحها لك في اول الفيديو، ما علينا. طبعا تنزل تحت كده تاني. طبعا حذف جميع الشتات. تنظيف الذاكرة الداخلية مؤقتا زائد البيانات. فعل عشان تنهي أي الرومات. فعل عشان تقفل واجهة الأندرويد، يعني ده بتعمل فيروسات تهنج الأندرويد. تمام، يعني الجهاز يعني بتهنج النسخ العادية تحت المتجر. وكمان لو فعلت الزرار ده هتهنج نسخة الآيفون. طبعا دي إخفاء ظهور واخفاء مشاهدة مرة واحدة وكف عدد التوجيه وممكنك الاتصال بهم والخصوصية المخففة. ولينا كمان اخفاء عرض الستوري عشان ما تعرفكش مين شاف الستوري بتاعك. تمام. منع حذف رسالة الستوري، منع حذف الرسائل. طبعا ظهر العلامتين الصحاح بعد الرد، وهنا في جهة الاتصال في الرومات، وهنا في البيزي. طب تعال نخش كده على باسورد النسخه. لو انت عايز تقفل النسخه بباسورد عشان محدش يخش على الشتات، دي حاجه ودي حاجه تاني. النسخه مقفوله بباسورد لما تيجي تنزلها. طيب تمام. تعال نخش كده على الواجهه. طبعا البار العلوي زي ما انت شايف. هنا الاسطر بتاعت النسخه. طبعا مفيهاش اي اسطر. طبعا هنا الحالات، وهنا الجدول، وهنا اخفاء شاف الحاله بتاعتك، وهنا اخفاء المتصل الان. وما علينا، طبعا الحاجات دي موجوده في نسخ البلس. طبعا النسخه دي بلس. طبعا السمات عندك طبعا 4032 ألف سين. طبعا النسخة الأولانية لو عايز مثلا تثبت سين من الملفات عندك في مدير الملفات. وطبعا احنا الكلام ده كله عارفينه، ما علينا عشان وقت الفيديو. طبعا الإعدادات. طبعا هنا ألوان النسخة والإصدار الشكل وإخفاء الوسائط من المعرض ونسخ الاحتياط والاستعادة لو أنت عايز تركب ملف بسرعة كالعادة. هنا الإعدادات زي ما أنت شايف. طبعا نخش كده على شاشة الشات. طبعا البر العلوي والفقاعة والصح. طبعا معلش انا مش مترجم لك دول، بس ما علينا. النسخه الصراحه يعني جمدان بمعنى الكلمه. ده علامه الصح لو انت عايز تغير علامه الصح، ودي الفقاعه بتاعت الشات غيرها مثلا. ما علينا. إيه هنا الصور. طبعا الاصدار السفلي في الشاشه الرئيسيه ومزيد من الاعدادات. طبعا عرض الشتات الوهميه. طبعا مشرف مدير الروم. طبعا ترجمه اللغه وايقونه اضافه حساب وطبعا هنا لو فعلت الزرار ده هيبين لك كمان صورة في الشات غير اللي انت عايزها وصورة من بره. طبعا فكك من ده كله، ده طبعا موجود في كل النسخ. طبعا الستوري. طبعا خلفية الستوري، الوان الاسامي، الوان خط الستوري. طيب تمام. طبعا تحديث النسخة. لو انت عايز تخش التحديث هتلاقي برضو لينك نسختي الفيرجن 15. طبعا تواصل معانا. طبعا رسالة شكر كاتب فيها كل اخواتي اللي انا بحبهم. طبعا هنا شير لصديقك. طيب تمام. دي لينك قناتي. لينك قناتي بدك تخش كده تشترك كده عشان احنا داخلين على 3000. استنى كده ثواني.
طبعا دي لينك قناتي التانية بقى، البيدو موتس، ان هو انا يعني. طبعا انا اسمي ميجا بايت العالمي واسمي البيدو. طبعا كده نطلع كده ثانية. آه... تعالى كده نخش كده على الانفوكات بتاعت الواجهة. طبعا لو شديت كده على علامة الولد الصغير ده، تمام، هتلاقي كل الانفوكات واجهات واللي انت عايزها. طيب تخش دي كلها كده تفعلها، تلاقي مطر زي ما انت شايف، فيها كل الواجهات اللي انت بتحبها. طبعا تلغي ده كله، تفعل الواجهات دي، تمام. تعال نفعل مثلا الواجهة الرعب دي كمان، الواجهة دي كمان زي ما انت شايف، زي ما انت شايف. طبعا نخش كده نلغي. طبعا تلغي ده كله ده. طبعا كشافات، كشاف تاني، كسر شاشة. طبعا 5 ساعات زي ما انت شايف، تقدر تغير 5 أشكال من الساعة. تمام، غير دي طبعا شكل ساعة متحركة. طبعا ساعة إلكترونية، والساعة دي كمان طبعا تشغيل MP3. شاشة السرعة. طبعا واجهة باسمك زي ما انت شايف، نسخة فعلا جمادات من عندك الكلمة. طب تعال نلغي ده كله كده. طبعا لو تخش مثلا على قناتي، طبعا انا قناتي دلوقتي فيها 2800 ان شاء الله، فاضل كلهم كده 150 ونخش على 3000 ان شاء الله. ان شاء الله هيكون هدية عظمة عظمة، هدية ال 3000 ان شاء الله، بس نوصل بس الاول. آه، طبعا دي الواجهة الإلكترونية زي ما زي ما حضراتكم شايفينها اهي بالشكل العظمة دي. طبعا أسطر زي ما انت شايف، نسخة فيها أسطر جمدان. ده أول سطر فيها 2 من الأسطر، أنا ما كترش من الأسطر عشان أنا ذات نفسي أنا ما بحبهاش أصلا. زي ما انت شايف كده الأسطر الجمدان دي. طبعا فعل عشان تذكر الشات. طبعا نسخة فيها تذكر في الشات اهو زي ما انت شايف، نسخة فيها تذكر اهو زي ما انت شايف. كمان نسخة بترمي تذكر اهي، تذكر فيروس. طبعا 5 ساعات اللي في الشاشة ودي. تعالوا كده نفعلهم. تعالوا كده نخش على أي شات. طبعا دي شاشة الواجهة والواجهة اللي فوق. طيب تمام، هنلغي ده كله كده ونسيب سطر. طبعا صورة ملف الشخصي. تعال نشوف بقى الصورة المتحركة اهي زي ما انت شايفها اهي في واجهة البروفايل. طيب تمام، تعالى بينا دي شبكة عنكبوتية زي ما انت شايف. تعالى كده نخش على الإعدادات العادية الأساسية. طبعا حسابك، وهنا الخصوصية، اخفاء الظهور. طبعا النسخة دي تتم متعربة زي ما انت شايف. طبعا الدردشات لو انت عايز تغير الصورة بتاعت الشات. تعال كده نشوف النسخة كده. آه، وضع الفتح بتاعها هتدي منظر خرافة. استنى النسخة لما تحمل شوية عشان الجهاز بتاعي تقيل بس. اهو زي ما انت شايف كده يا برو، النسخة عطت منظر روعة جدا، والوجه الفاتح بتاعها بجد يعني النسخة جمدان جمدان بمعنى الكلمة، زي ما تقول عليها النسخة طرش الطرش، سلامة الطرش. طيب هنا الإشارات. طبعا النسخة تما متعربة. هنا الإشارات بتاعت النسخة لو أنت عايز تغير الأصوات بتاعت الريك. وهنا الداتا لو أنت فاتح داتا أو واي فاي، لو أنت عايز تنزل الصور بالداتا، لو أنت عايز تنزل الصور بالواي فاي. طيب تمام.
طبعا كل جميع اللغة. طبعا انت لو جلبت اللغة كده النسخة هتتجلب انجليزي معاك، تمام كلها. لو انت جلبت النسخة عربي النسخة كلها هتتجلب عربي. طيب ابوت نسختين معلومات التطبيق. طبعا ده الابوت بتاعها العظمة، وكده بجدها شرحنا النهاردة. وكده خد لك كده الباسورد كده مرة واحدة كده. طبعا الباسورد 18 ويلا اشوفكم في فيديو جديد، وانتظروا مني هدية التلاتة كي، هتبقى حاجة عظمة. نسخة التلاتة كي. يلا باي، الفيديو خلص، يلا سلام.